السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. وفي الاخر الماتش دار 2-2. الحمد لله درنا ماتش زوين الحمد لله. بالنسبه دابا 2 اهداف تماركاو في الشوط الاول، واش كانت يعني دورتموند هو المشكل اللي سهل عليكم المهمه، ولا انتم اللي ما كانش عندكم ما تخسروا، يعني كنتوا في راحه بدون ضغط نفسي بدون؟ احنا كنا لعبنا بلا ضغط، لعبنا بحال مرتاحين، بحال الماتش كاملين. هما اللي كنا عارفين خصهم يربحوا، وعطاو لينا بلاصات في الهجوم بزاف. وفي الاخر كنا خصنا نماركيو اكثر، كان عندنا بزاف فرصات، فالحمد لله تعادلنا وماتش كان زوين. ما كرهناش دورتموند، بحال نتمناو دابا 3-4، يعني دغاي فيتل او اكثر نتاع المانيا اللي كانت بغات تربح دورتموند، وكانوا حتى دورتموند قالوا خلاص نحن خدينا الماتش. احنا ما كانش عندنا الضغط، كيفاش قلت لك ما كانش عندنا الضغط، لعبنا بحال الماتش عادي. مزراوي كتب لي البارح قال لي خصكم تلعبوا بحال كاس الشامبيونز ليغ، بغينا نديو البطوله. قلت لي شوف احنا عندنا الماتش كاملين بحال غنديروا كلشي باش نربحوا، فدابا نتوما خصكم تربحوا. ودابا الحمد لله هما داو البطوله. مبروك المزراوي. تبارك لي المزراوي، اتصل به بالتليفون. يلا كتبت معاه، قلت لي مبروك، وقلت لي ما كاين مشكل، ربحنا، تعادلنا مع دورتموند. سلم لي عليه وقول لي الف مبروك من بين سبورت. شكرا مع السلامه. اذا اليك عزيز. شكرا اللاعب المغربي ايمن برقوق. شكرا ايضا لابو عبيده. يبدو بان هناك مسانده مغاربيه حاضره لنيل اللقب من قبل برقوق وايضا مزراوي. ونبارك لمزراوي، مسانده بزاف. مسانده بزاف. نبارك لمزراوي على هذا اللقب. انت عندك فرع من العيله، لو كان مثل ما كان في كاس العالم، في كاس تتذكر المباراه؟ المغرب وكرواتيا. برافو عليك، برافو عليك، ما شاء الله. انا عجبني الصوره اذا كان مزراوي بالكاس، بالدرع موجود قدام مساوي وراه خلف بافارت. طيب يا شباب، اعطونا صوره مزراوي مع الدرع عشان يفرح كابتن عزيز بني. ضروري نفرح مع مزراوي بالدرع يا شباب، يعني لان في النهايه لاعب عربي. نعم. حمل لقب الدوري. نعم. ولقب مستحق يعتبر للاعب مغاربي متواجد في انديه كبيره. طبعا حميديتش فرحان، لكن يمكن لحد الان ما وصل خبر